واش عمرك كنتي غادي في طريق خالية وبالك خيال ديال بغلة مسرجة كتعيط لك في نص الليل؟ قبل ما تطمع وتزيد القدام سمع هاد القصة ديال بغية القبور. هي ماشي مجرد خرافات كينعسو بها الدراري الصغار، هي لعنة ولدت من الرحيم الغدر والخيانات العشرة. اليوم غادي نغوصو في اعماق مقبرة منسية اللي كتسمع صوت سلاسل كتحك فوق الحجر. وجدوا راسكم، كايا غادي تبدا دابا. كتبدا حكايتنا من واحد الدوار بعيد من سيبيل الجبال. تما كانت عايشة واحد المرأة شهدوا ليها الناس بالزين ديالها والبهاء. كانت أجمل خلق في الجمال، ولكن القلب كان كحل عامر غدر وما صافيش. ملي توفى راجلها وخلاها وحيدة، عاود ما تلبس البيض وتحترم حق الله وتصون الوقار ديال الميت والدار ديالو. دات العكس، بدات وراها بيبان الحشمة وبدات كتقاد وكتكحل وكتخرج في الليل، كتتبع طريق الحرام وكتلاقى الرجال في الخلوات، ولا همها هضره ديال الجيران ولا حرمه الراجل اللي تحت التراب. واحد الليله وهي غاديه لشي موعد من المواعيد ديالها في نص الليل، اختارت تقطع الطريق من وسط المقبره باش تربح الوقت. كانت غاده وناشطه، وفجأة الرعد بدا كيضرب في السماء بلا شتا، والبرد كيجمدهم في العروق. وفي ديك اللحظة وقع ما لم يكن في الحسبان. الأرض تحركت، بدات كتحرك تحت رجليها بحال الزلزال. الشكل ديالها تبدل، اليدين والرجلين ولاو حوافر، ونبت ليها الديل طويل، وفي الجلد ديالها نبت ليها الشعر كحل حرش ومزيت. وصوتها تبدل ناهيق كيزلزل الجبال. واللي وارف هاد المسخوطه انها تصفحات بالسلاسل من النار كتحرق مربوطه في عنقها ورجليها، ولات هي بغلة القبور. لا هي بنادم ولا هي حيوان، كائن ملعون محكوم عليه يعيش في سواد الليل. غير كيغرب الغروب ويطيح الظلام كيبدا يتسمع من وسط القبور صوت ديال السلاسل فوق الحجر. كتخرج تبان للرجال اللي تالفين او اللي غادي للطريق، سوا كتشوفهم من بعيد تبان ليك بغلة زينة ومسرجة كيطمع بنادم ويقول غادي يهرب لشي حد، اجي نركب عليها ونقضي الغرض. غير كيطلع المسكين فوق دارها كيبدا الكابوس. اول حاجه الالتحام، اللحم ديالو كيلصق مع الجلد ديالها بحال السحر. الاسرى، السلاسل ديال النار كدور عليه وكتربطو وكتكتفو. وثالث حاجه الرحله الاخيره، كطير بيه وسط الشوك وتشرجو في الغابات حتى كيتشرق اللحم ديالو. كاين اللي كدير وسط المقبره وتحفر ليه قبر بيديها ودفنو معاها وهو حي، وكاين اللي كيهبل وما كيبقى يعرف راسو من رجليه. العدو الوحيد ديالها هو الضوء. غير كيبدا يبان الخيط الابيض من الخيط الكحل ويطلع الفجر، كتبدا ترعد وتغوت من الحريق. كتهرب وتخبى في اعماق قبر مهجور. كتسنى الليل اخر وعام اخر وهي كتحترق بنار الذنب اللي دارت. هذه حكايه كبروا بها الدراري الصغار، ماشي غير باش ما يخرجوش بالليل، ولكن باش يعرفوا باللي الحرمه والوقار ديال الموت والغير على الاعراض هم اساس الاخلاق. الله يحفظنا ويحفظكم من طريق الضلال. وإلا كنت وصلت لهنايا ما تنساش خلينا لايك وسبسكرايب وتسناو فيديوهات جداد.